ليه بنات كتير ما عندهمش أي مشاكل كبيرة مع أهلهم وتم تلبية احتياجاتهم الأساسية منهم بشكل مناسب جدا، وعملية نموهم ونضجهم النفسي معقولة جدا، بيجوا عند الارتباط ويختاروا شخص صعب عنده مشاكل كتير مع نفسه ومع المسؤولية ومع العلاقات الحقيقية؟ ليه بيعملوا كده في نفسهم رغم إنهم متربيين فعلا أحسن تربية وعلى قدر عالي من الثقافة والوعي وحسن الخلق والخلق؟ ليه بيسيبوا السهل البسيط المباشر ويروحوا للصعب المكلكع اللي مليان مخاطرة؟ ايه اللي يخلي بنت طيبة لطيفة محترمة تميل لحد باين عليه من أول يوم إنه متعب أو مش مناسب؟ ليه واحدة بعد ما تتعب وتقاسي وتدوق المر في علاقة حب أو ارتباط تقرر تكمل وتستمر في نفس العلاقة مع نفس الشخص اللي حرفيا مطلع عينها؟ ازاي بعد ما تكتشف انه متلاعب أو كذاب أو خاين تيجي على نفسها وتقسى على قلبها ومشاعرها وتدي نفسها أمل تاني وتبدأ معاه من جديد؟ ايه اللي بيحصل جواها يخلي عندها استعداد تدي فرص كل شوية لحد بيضيع الفرص مرة ورا التانية؟ ايه اللي بيشوفه عقلها يخليها تغمي عينها وتصم ودانها؟ ايه اللي بتبقى مستنياه؟ وايه الحسبة اللي بتحسبها؟ وهل في حسبة اصلا؟ بيقول الكتاب مش بس كده، ده في بنات وسيدات بيكونوا خاضوا رحلة طويلة جدا من العلاج النفسي أو مشيوا طريق شاق ووعر من النمو والنضج والوعي، وبالرغم من كده تبص على اختياراتهم في العلاقات واللي المفترض تكون أفضل وأكثر سواء دلوقتي تلاقيهم برضو بيروحوا للصعب والمكلكع والمرهق، زي ما يكون جواهم وعلى عمق بعيد قوي حاجة أقوى من المنطق وأكثر تأثيرا من العلاج النفسي، وتقدر تتخطى وتتجاوز كل مشاوير الوعي، زي ما يكون في حاجة تانية خالص بتتحكم في اختياراتنا غير الجينات والتربية والظروف المحيطة وحتى إرادتنا الواعية. ولأن التركيبة البشرية معقدة للغاية، ولأن مستويات عالمنا الداخلي متعددة ومختلفة ومكملة لبعضها، ولأن السؤال ده صعب بجد، فالإجابة المرة دي هتكون من مستوى أعمق من كل اللي فات، أعمق من التكرار القهري وأعمق من مجرد احتياجات غير مشبعة، لأن زي ما قلنا هما تم تلبية احتياجاتهم النفسية من البيئة المحيطة اللي حواليهم بشكل كويس جدا وعلى قدر عالي من التربية والثقافة والوعي. في حاجة اسمها العقل الباطن الجمعي، محتوياته هي عند كل البشر. غرائز العقل الباطن الجمعي دي بتتنقل من جيل لجيل وبيتم توريثها من خلال الجينات. من ضمن غرائز العقل الجمعي غريزة اسمها القيام بدور البطل، يعني في بعض المواقف والأحداث بيتحرك جوانا دافع قوي جدا ليه طاقة نفسية وجسدية كبيرة قوي، وعنده عزم وتوجه وهدف، وهو إنك تواجه مشكلة صعبة لحد ما تحلها وتتجاوز محنة جديدة وهكذا. تقدر تعتبر أي غريزة من غرائز العقل الجمعي زي السوفت وير الجاهز للعمل، برنامج نفسي إنساني موجود في أعماق كل الناس. بمجرد ما حضرتك تتحط في موقف يستدعي استخدامه، عقلك وروحك وجسمك بيعملوا له تفعيل سيت اب، وتبدأ خطواته في التنفيذ بشكل ثابت ومتكرر ومحدد مسبقا، بغض النظر عن حضرتك مين، اتولدت فين، عايش في أي بلد، أو حتى في أي حقبة زمنية. غريزة القيام بدور البطل ليها شكل عند الرجالة وشكل عند الستات. شكل الغريزة دي عند الستات أو البنات اسمها ترويض الوحش، تامينج ذا بيست. الاسم جاي من الأسطورة الشهيرة الجميلة والوحش اللي اتعمل عنها أعمال فنية وأدبية كتير، واللي كان قدام الفتاة فيها اختيارين، 2 رجالة، واحد منهم كان بيطاردها وبيتتبعها وبيحوم حواليها، والتاني هو الوحش اللي كان أصله أمير أصابته لعنة شريرة. قلبها وعقلها خلوها تميل وتحب الوحش، لأن كان في حاجة جواها إحساس داخلي عميق بيقول لها إنه من جواه غير من براه، وإن حقيقته غير اللي ظاهر منه، وقررت إنها تفضل معاه متحملة قسوته وصبرة على خشونته ومستوعبة ومحتوية فظاظته لحد ما حبها ليه شفاه من اللعنة ورجعه تاني. أي بنت أو ست جواها برنامج عقلي مولودة بيه لترويض أي كائن صعب، استعداد نفسي مسبق وجاهز للتنفيذ، للتعامل مع أي رجل متعب ومرهق، غريزة عميقة وأساسية للمحاولة رغم بوادر الفشل والأمل رغم ضبابية الأفق. بيجي بقى قدام البنت شاب لطيف جذاب، بس ظروف حياته قاسية، تتحرك جواها غريزة القيام بدور البطل، تقرر إنها تستحمل ظروفه
وتقف جنبه لحد ما أموره تتعدل، أو يظهر في طريقها رجل يبدو محب ومهتم لكن أهله صعبين شوية، فيتفعل جواها هذا السوفت وير العقلي التاريخي، فتقرر إنها تصبر مرة وتطنش مرتين، تيجي على نفسها 10 مرات. أو يتقرب منها حد شكله محترم وعايزها وشاريها وفي نفس الوقت مش بيشتغل أو مش مستقر في شغله، تفضل وراه كتف بكتف تساعده معنويا وأحيانا ماديا في انتظار إنه يحقق حلم. كل امرأة يوجد بجيناتها بصمة وراثية كونية تقدر من خلالها تعمل معجزات، قدرة خارقة عمرها آلاف السنين بتظهر جواها في الوقت اللازم. حلو؟ حلو، بس مش حلو أوي. ليه؟ لأن الغريزة دي زيها زي كل الغرائز ممكن تكون أحيانا عامية، مش بتميز كويس، مش بتعرف تختار، راداراتها مشوشة، حركتها متسرعة. هي زي ما بتصبر على النماذج دي وتديها فرص وتقف في ظهرها، بتيجي قدام حد نرجسي متسلط مؤذي متحكم وتقرر انها تصلحه. يظهر قدامها حد مشوه نفسيا تماما وغير قابل للعلاج او التقويم، وتصر انها تكون امل الوحيد في الحياة تحت مقولة I can fix him. يخش حياتها راجل ليه تاريخ واضح من العك وعدم الاتزان، وتختار انها تديله فرصة تانية وتالتة وعشرة تحت مسمى ومين فينا ما بيغلطش، ومين يعني ما عندوش عيوب، ما اكيد انا كمان مليانة مشاكل. الغريزة دي بتخليها تستحمل المتلاعب وتستنى اللي بيقرب ويبعد، وتصبر على اللي بيظهر ويختفي، وبتخليها تدي فرص للي ضيع كل الفرص قبل ما يقابلها، بتخليها تفتح الباب اللي صاحبه قفله ورمى مفتاحه في البحر من زمان، وبتخليها تستنى المية تخرج من بير جف بقاله سنين طويل، تخليها تلعب دور المنقذ لحد غرق بالفعل لأنه مش عاوز يساعد نفسه ولا عايز ينقذ نفسه، بيخليها تعمل من نفسها الكارت الأخير لحد حرق كل الكروت اللي قبلها. الغريزة دي هي الترجمة التاريخية لكل جملة I can fix him قالتها أو حسيتها أو صدقتها أي بنت في علاقة سيئة جدا أو توكسيك، وهي الطبقة الأعمق من مجموعة طبقات مرصوصة فوق بعض لتفسير الشكل ده من السلوك الإنساني. يعني الدخول أو الاستمرار في علاقة حب أو صداقة أو ارتباط مليان أذى ممكن يكون وراه تكرار قهري، ممكن يكون سببه احتياجات غير مشبعة، ممكن تحركه غريزة القيام بدور البطل، ممكن كل دول مع بعض. الغريزة دي عبارة عن قوة نفسية خفية هائلة وعملاقة لا يستطيع الوقوف أمامها شيء، لا منطق ولا وعي ولا علاج نفسي أحيانا. دي غريزة موروثة من كل أجيال النساء السابقة ومنقولة عبر الجينات وعبر الحكايات وعبر الأحلام والرموز، قاومت الأزمنة والأماكن والثقافات. طيب وبعدين يعني نتخلى عن اللي بنحبهم، ما نقدرش الظروف اللي مرتبطين بيهم، نبيع وننسى ونتجاوز ببساطة كده؟ الأكيد إنه لأ، لكن الكتاب هنا بيوضح إن مهم تبقي عارفة إن مش كل مريض قابل للعلاج، ومش كل مكسور قابل للجبر، ومش كل فاسد قابل للإصلاح. اقرأي العلامات، خدي بالك من الإشارات، ما تكدبيش نفسك وتغمي عينيكي وتقفلي إحساسك. في ناس ما ينفعش نقرب منهم مهما عملوا، وفي معارك ما ينفعش نخوضها مهما كنا شجعين، في حالات ما يقوس منها مهما كانت مهارة اللي بيتصدى ليها. زي ما بتقرري أحيانا ترويض هذا الوحش، مهم تقرري في أحيانا أخرى إنك تروضي الغريزة دي نفسها وتقاوميها وما تستجيبيش ليها. لما كل اللي حواليكي يبقوا شايفين حاجة في اللي بتحبيه وانتي الوحيدة اللي شايفة عكسها، يبقى تقفي لحظة وتفكري. لما تلاقي اللي انتي معاه عمال يبعدك عن صحابك وقرايبك ومعارفك ودوايرك، يبقى تهدي شوية وتراجعي نفسك. لما يكرر نفس الغلطة مرة ورا التانية، أو لما يلعب نفس الألعاب النفسية بمنتهى الإصرار، لما ياخد منك نفسك ويشد ويجذب في خيوط مشاعرك، يبقى تبطلي كدب على نفسك وتعترفي إن في حاجة كبيرة غلط. لما يحولك لبني آدمة مختلفة تماما عن اللي دخلت العلاقة، لما يطلع منك أسوأ ما فيكي، لما تبصي في المراية ما تعرفيش مين اللي واقفة قدامك دي، انتي عارفة كل الباقي. طيب هل ده شيء سهل؟ هل مقاومة النزعة الداخلية دي حاجة سهلة؟ الأكيد إنه لأ، ده شيء صعب جدا، بس انتي هنا مش محتاجة وعي عادي، انتي محتاجة وعي عالي جدا جدا. طيب السؤال هنا هي ليه الغريزة دي موجودة؟
ليه بنجيب لنفسنا وجع القلب؟ يعني ليه يبقى جوانا حاجة تتعبنا وترهقنا وتصعب حياتنا بالشكل ده؟ هقولك ان كل غريزة ليها هدف مهم واساسي، من غيره الحياة نفسها ممكن تتعطل وتقف. غريزة ترويض الوحش موجودة من زمان جدا داخل كل الإناث من كل الثقافات والأعراق والأجناس، لدرجة إنها بقت أسطورة معروفة ومتكررة ومنتشرة، واتعمل منها وعنها أعمال فنية كتير، من أول الجميلة والوحش مرورا بشهرزاد اللي حاولت تروض شهريار بعد ما كان بيذبح الأميرات قبلها، وانتهاء بالفتاة آن اللي حبت الغوريلا الشرس في حكاية كينج كونج. الغريزة دي اتوجدت عشان تحقق هدفين. الأول هو إن الستات زمان ما كانش عندهم رفاهية الاختيار في الرجالة زي دلوقتي، وكان مهم عشان تعيش وتنجب وتربي إنها تتأقلم مع الرجل اللي هتفرضه عليه القبيلة أو العائلة أو الظروف. وجزء مهم من هذا التأقلم هو إنها تروض هذا الرجل وتنزع عنه قسوته وخشونته وتخرج منه بعض اللين والطيبة. أما الهدف التاني فهو أول كائن صعب مطلوب من الست إنها تقوم بترويضه هو طفلها، ابنها أو بنتها. الطفل في الأساس خاصة في شهور وسنين عمره الأولى كائن عشوائي غير متوقع وغير مفهوم واعتمادي وعصبي أحيانا، زهقان أحيانا، صعب الاحتمال أحيانا، ونرجسي معظم الأحيان. الأنثى لو ما كانش عندها القدرة على الترويض والتقويم والتعديل ما كانش في أم تقدر تربي ابنها. الأنثى لو ما كانش عندها الصبر وطولة البال وإعطاء الفرص ما كانش في أم هتستحمل مشقة السهر والتعب والإرهاق. البنت والست لو ما كانوش بيحتضنوا الطفل وهو بيضربهم ويمسحوا دموعه وهو بيقاومهم ويطبطبوا عليه وهو تايه ومحتار ومش عارف يعمل ايه، ما كانش في أبناء تتربى ولا أولاد هتكبر. وبعد ما عرفنا أصل الحكاية جاي منين وأسبابه، دلوقتي انتي تقدري تعرفي هل بتوجهي الغريزة اللي جواكي دي صح ولا غلط، هل في اتجاه فعلا يستاهل ولا بتضيعي نفسك فيه. ولحد هنا انتهى هذا الجزء من كتاب في دايرة الرحلة لدكتور محمد طه، واللي بعنوان الجميلة والوحش.